اليوم بشرى راه غتقدم لكم اليوم واحد الوصفه. يعني معروفه بزاف، معروفه اكثريه في هذا الوقت ديال البرد اللي حنا فيه دابا، وكنتمنى الحمد لله ان شاء الله يا ربي نتغلبوا عليه، ويكون بشرة خير لنا الامطار، ويكون يعني بشرة خير للجميع، الجميع المتمنيات ديال كل واحد كيتمنى شي حاجه. ان شاء الله يا ربي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبقاو معايا باش نشوفوا المكونات ديال هاد الوصفه هذه وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات كيف كتشوفوا عندنا عنصر اساسي ديال هاد الوصفه ديال اليوم، وهو العدس بالقديد. عندنا العدس بالقديد، عندنا تقريبا شي 300 غرام ديال العدس. عندنا القديد، عندنا فلفله حاره، تقدروا ديروها حمراء ولا خضراء اللي بغيتيو. عندنا الثومه، هذه راه غسلتها وقسمتها على جوج، الا كانت صغيره بلا ما تقسموها كما قلت لكم البارح. عندنا جمعه كبار ديال الكزبر والمعدنوس. عندنا معلقه صغيره ما كاملاش ديال الزنجبيل او الكزبر، عفوا او السكينجبير. عندنا معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم البلدي. عندنا نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او البزار. وعندنا معلقه صغيره عامره ديال البابريكا او التحميره، هذه راه مصوبه في الدار كيف راني دايراها في الوصفات ديالي. وعندنا معلقه كبيره ديال الكمون، هذا الكمون كيعطيه واحد البنه وواحد النكهه رائعه. وعندنا كذلك زيت الزيتون اللي ما كنستغناوش عليه، جوج معالق كبار. والماء اللي غنطيبوا فيه هاد العدس ديالنا، والملح. هاد الملح هادي راه ما غاديش نقوي منها، علاش؟ لان عندنا القديد مالح. وان شاء الله اليوم راه غادي نوريكم واحد الطريقه، اي الطريقه الصحيحه لطهي او طبخ هاد القديد هذا، باش ما كتمشيش منه ديك البنه ديالو او اللذه ديالو. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير، فرجه ممتعه. غادي ناخذوا الطنجره ديالنا اللي غادي نديروا فيها العدس. غناخذوا العدسات ونكبوهم، غادي نسلتهم. بسم الله. غادي نزيدوا عليها الماء. غادي نزيدوا ثومه، الكزبر والمعدنوس. غادي نزيدوا التوابل ديالنا كيف كتشوفوا كلها. بالنسبه للملح راه ما غاديش نقوي، غناخذ تقريبا شي معلقه صغيره ما كاملاش، شويه. زيت الزيتون انا كنخليه شويه حتى الاخر، كنخليه ديما حتى الاخر. وبالنسبه للقديد راني كنت مطيبه، انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش درت ليه. بقاو معايا. كيف وعدتكم اخواني اخواتي بالطريقه الصحيحه لطهي هذا القديد، كيف كتشوفوا ها هو طيبته بوحدو. حط مجره صغيره وزدت عليه شويه ديال البزار مليحه، شويه سكينجبير. كاين اللي ما كيديرش هادشي كاع، المهم انا ضروري خصني نبنن باش كيبقى محتفظ بهذا الشيء. كتعمر عليه شويه ديال الماء، كنضيفوا عليه شويه ديال الماء وكنخليوه كيطيب مزيان في هذاك الاقامه ديالو، وكيبقى محتفظ بها. الاقامه اللي كنا درنا ليه النوبه الاولى. راه كاين بعض الاخوات راه كانوا داروا وصفه خاصه كيفاش كنديروا القديد ديال العيد، كيفاش كنقدوا اللحم هكا باش ما يبقاش يطيب بزاف. ملي كيطيب كيولي واحد المذاق عنده شويه غير محبوب. هاد ما كتشوفوا حتى الا كانت الشحمه راه كتبقى في هاد الروا هذا
وهاد الصوص هذه اللي كتبقى. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الشحمه سمحوا لي. وبالنسبه الا كان مثلا عندنا داك العدس جانا شويه مسوس، كناخذوا واحد شويه من هاد الروا هذا او البلول، وكنزيدوه في هذاك بلا ما نزيدو الملح، كنزيدوه في هذاك العدس ديالنا. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي طبخ القديد مع جميع القطنيات اللي كنديروا، سواء درنا اللوبيا او درنا العدس، يعني هادو هما اللي كنديروا معاهم. كنتمنى الفكره تكون وصلت لكم. دابا غادي نبقى نتسنى داك العدس تيطيب. هو تيطيب دغيا، ولكن راه ما تيفايتش بحال الفول او غير الفول، قولي الفول. سمحوا لي ما خصني نحرك بعدا هذا الشيء هذا يتحرك مزيان. وسمحوا لي راه ما قلتش لكم على الفلفله. هاد الفلفله هذه كنحسوا به غادي يبدا يطيب، عاد باش كنضيفوها هي الاخرى. دابا انا غادي نرد دابا العدس، وغادي نغطي عليه شويه، نخليه يغلى شويه، غادي نقص عليه نخليه يطيب مزيان. العدس ديالنا هو بدا تيغلى، انا كنت مجهده البوطه، دابا غادي نقص البوطه ونخليه كيطيب عادي جدا. ومن بعد ملي غادي يطيب راه غادي نزيد، غادي يعني يتنصف شويه، غادي نزيد ديك الفليفله كيف ما قلت لكم، غير للتذكير. العدس ديالنا بدا كيطيب، غادي نزيد هذيك الفليفله اللي قلت لكم باش كتطلق واحد البنه، ونزيد شويه ديال زيت الزيتون داك اللي بقى ليا. كيما انا هذه طريقتي، حتى هو كيعطي واحد النكهه في الاخر. ديما زيت الزيتون حرصوا على باش تزيدوا في الاخر، يعني مثلا درتو معلقه وشويه ملي بديتو في الوصفه اي طبق، تختموا بواحد اخر، لان تي كتعطي واحد النكهه، واحد البنه زوينه بزاف. اي طبق درتوه، طواجن، هادشي ديال لي في كيلو، هادشي ديال القطنيات. ها بدا نشوف كيفاش تشوفوا هو بدا تيطيب، وغادي نخليو هذيك الفلفله شويه غير تغلى واحد شويه صافي، وغادي نطفيو عليه. كيف كتشوفوا احبائي دابا كنحاول باش نحيد هذوك القديدات، غادي نضيفهم العدس ديالنا. راه ناقص في الملح، هادشي نقول لكم ديروا ردوا بالكم، ربما يجيكم مالح. ديما نقصوا من الملح في الاول، لان هذا غادي نطيبوه راه هو كيطلق الملح لانه هو مالح. هذا هو السر في ملي تنديروا القديد ديال اللحم ديال العيد. واي واحد باغي عنده شي لحيمات زوينين حمرين يعني عشقهم غادي يقددهم. كيف كتشوفوا ها نتوما، شوفوا الشحمه اللي بقات، ها هي. ضروري غتبقى شي حاجه عالقه باللحم، ولكن ماشي بزاف. غادي نحاول نحيدهم، نستعمل يديا سمحوا لي، وغادي نحيد كلشي. هانتوما الحيمات كيفاش دايرين، ولكن باقيش فيهم كتكون عالقه فيهم الشحمه. صغيره غادي نزيدها هنايا في العدس. كيف كتشوفوا الا جانا العدس مثلا مسوس، كنحاولوا ناخذ شويه ديال الروا من هذا البلول هذا اللي طيبنا فيه العدس، عفوا طيبنا فيه القديد، وكنزيدوا واحد شويه باش كنبنوا هذاك العدس ديالنا. دابا غادي نطفيو على العدس، هو طايب مزيان. وغادي نمشيو للطبق النهائي او الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اليوم اللي درنا ديال العدس بالقديد. وهكا كنكونوا اشرفنا على نهايه الوصفه ديالنا السهله ديال البرد، وهي العدس بالقديد. راه كتجي شهوه منها.
كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنسوش دعموني بلايك وتضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد ديالي والمشاهده الكامله والاشتراكات.